وماس واسفي مباراة اللي كتسالي ب4-0 لصالح فريقنا الغالي المغرب الفاسي، وهذه أول تمريرة اللي كانت زوينة بزاف من بريكا في اتجاه العلوش اللي كيماركي في أول دور أساسي. وبالمناسبة راه شحال هضرنا على العلوش بلي خصو نشوفو تا هو ياخد الفرصة ديالو، وملي خدا الفرصة ديالو كيبان على أنه لاعب كبير. هانتوما شوف كيفاش نزل الكرة، كيفاش زاد بالكرة وكيفاش سدد. كان ممكن لعاب اخر اللي ما يقدر ما يسحوتش على ديك الكره وما ماركيهاش. وهذا الهدف الثاني اللي كتشوفوه كيسدد كره على الطائر، راه ماشي اي لاعب كيماركي لك بحال هاد البيوت هذا الا ما كانش في رجلو الكره. وكنتمناو الاستمراريه ديال العلوش اللي كيبين على انه احسن من يامكا. كذلك ايت علال اللي لعب اول مباراه رسميه عنده اليوم كيبين على انه احسن من مذكور اللي كان تسبب لينا في بزاف ديال المسائل في ما نزيدوش نهضروا عليها. تسبب لينا في بزاف ديال النقاط اللي ضاعوا بسبب النقص اللي سبب ضعيف بزاف اللعاب صراحه. هذه دمبريكا اللي كيجيب ركله جزاء اللي كانت ركله جزاء واضحه، ولكن هاد المره الفار كينصفنا. شوف الفار كينصف فريق المغرب الفاسي، ملي كيرجع للفار كيشوف واش اليد كانت كتستوجب مخالفة او لا، واش هاد لمسة يد كانت تستوجب مخالفة ولا لا. وهنا كنشوفو اللعاب ضرب الكرة، اليد مكبرة للجسم، هاهي اليد كانت مكبرة للجسم خارجة واحد شوية، وتغير المسار ديال الكرة لان الكرة كانت غادية دايزة في اتجاه المهاجم الاخر، وتغير المسار ديالها بهاد اللمسات ديال هاد اليد هادي ديال هاد اللعاب. وهنا فين كتبان واضحة هذه هي الزاوية اللي عطات القرار الحاسم. هنا كتبان بلي الكرة كانت دايزة ولكن اليد مكبرة للجسم محلولة، وبالتالي ركلة جزاء واضحة كيعلن عليها حكم المباراة في الدقيقة 82. والمسدد ديال هاد الركلة هو بن جديدة، سفيان بن جديدة. سبق لي تكلمت عليه في واحد الفيديو في الاول ديال الموسم قبل ما يلعب ولا حتى شي مباراة، وقلت بلي هادي غتكون احسن صفقة دارها المغرب الرياضي الفاسي في هذا الموسم هذا. وهو دا التأكيد الان بن جديدة كيماركي هذا الهدف الخامس، وغادي نشوفوا الهدف رقم 6 ليه في 7 ديال المباريات، رقم جد محترم في البطولة المغربية. برافو سفيان بن جديدة اللي كنشوفوا انه كيستغل انصاف الفرص، يعني مهاجم كبير قناص هو اللي كيستغلك انصاف الفرص. هنايا ايت الخرصه اللي هو قلب دفاع، شوف فين اللاعب كيجيب الكره ما كيما استطاعش باش يراوغ، غير هو مدافع كان له راي اخر في تقديم هديه لسفيان بن جديده اللي ما ضيع اللي ما ردش ليه الهديه ديالو. خطا مشترك هنايا نقدروا نقولوا بين هذا اللي في وسط الميدان ضيع الكره، هو نيت كيرجع كيستعد الكره وكيعطي لاسيست لبن جديده. هنا الكارديان عوض ما يشد الكره بجوج يدين يتلح عليها مشى لها برجليه وسفيان بن جديده كان في المرصاد وكيسجل. شوف كيسجل الهدف الرابع للفريق والهدف السادس ديالو هو في البطولة المغربية هذا الموسم. وحاليا راه بن جديدة هو اللي كيتصدر قائمة الهدافين. مبروك علينا 3 نقاط والقادم أجمل إن شاء الله.